إذا ما وجد الحل لقضية الصحراء الغربية، فهل سيختفي النزاع بين الجزائر والمغرب؟ إن تأزم العلاقات المغربية الجزائرية سببها تراكم الأزمات بين البلدين منذ استقلالهما. وفي رصدنا لكرونولوجيا هذا النزاع نجد حادثة اختطاف الطائرة المغربية التي كانت تقل القادة الجزائريين عام 1956، حرب الرمال التي اندلعت على حدود البلدين عام 1963، اقتسام الصحراء بين المغرب وموريتانيا بدون استشارة الجزائر عام 1974، دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية منذ عام 1976، تفجيرات فندق أزني بمراكش عام 1994 حيث كان منفذو العملية من أصول جزائرية، إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ عام 1994 وحتى اليوم.